سعيد كيحيى فنان ومصمم ومهندس ديكور داخلي من مدينة تارودانت، ويعد من أبرز رواد التصميم بالمغرب. تلقى تكوينه الأكاديمي بمدينة تورناي في بلجيكا، حيث حصل على شهادات في الفنون الجميلة والفنون الزخرفية والتصميم. في سنة 1991 أسس شعبة تصميم الفضاءات وتصميم المنتوج بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، وأسهم منذ ذلك الحين في تكوين أجيال من المصممين، إلى جانب إلقائه محاضرات متخصصة في المغرب وعدد من الدول الأوروبية. نال سنة 2005 منحة من منظمة اليونسكو للتكوين في إيطاليا، وشارك في معارض وملتقيات فنية داخل المغرب وخارجه، شملت مدناً في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، كما مثل المغرب في عدد من التظاهرات الدولية، من بينها معرض إكسبو دبي. يشغل منذ سنة 2018 منصب مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، ويواصل الإشراف على مشاريع التصميم وورشات التكوين ولجان التحكيم والمبادرات الرامية إلى تطوير الصناعات الإبداعية والحرف التقليدية. إلى جانب مسيرته الأكاديمية، أنجز سعيد كيحيى مشاريع عديدة في تصميم الأثاث والفضاءات الداخلية، وساهم في تطوير منتجات الصناعة التقليدية المغربية، كما قدم خبرته واستشاراته لفائدة مؤسسات وطنية ودولية من خلال برامج للتكوين والمواكبة وتأهيل الحرفيين. تمثل تجربة سعيد كيحيى نموذجاً يجمع بين الإبداع الفني والبحث الأكاديمي وخدمة التراث، حيث يواصل العمل من أجل ترسيخ ثقافة التصميم باعتبارها أداة للتنمية والابتكار والحفاظ على الهوية الثقافية المغربية.